الحمد لله. لالا فين بنتي؟ ما تخلعيش لالا، هدي راسك. هيا تخرج طبيبه وتقول لك شنو كاين. انظر دكتوره، عافاك قول لي بنتي شنو عندها. لا 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 كاع ما تخاف، الامور دازت بخير الحمد لله وراها مزيانه. قول لي قبل ما تجيبوها شنو كلات؟ ما كلات والو، مازال ما تعشينا كاع. خدات شي دواء؟ ملي لقيتها سخفانه لقيت حداها هاد الدواء. هاد الدواء سهوله شكبان؟ لا هاد الدواء مجهد، وبنتك مع الاسف خدات منه كميه كبيره بزاف. ما نعرف، كنشك بلا بنتك كانت باغا تنتحر. تنتحر؟ وعلاش غادي تنتحر؟ الحمد لله ما عندنا حتى شي مشاكل. ايوا المهم على اين بنتك غادي تبقى معنا هنايا في المستشفى تحت المراقبه بتميزوا لي هذاك التمزق اللي في المصارين ديالها. ومزيان اللي جبتوها بكري، والا كان الدواء غادي يهلك الجنين. الجنين؟ لا 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 ما تقلقش، غير تناي كلشي بخير الحمد لله، والحباله طبيعيه. الحباله؟ واش راجلها ما راضيش على هاد الحباله؟ مخاصمه معاه؟ راجلها؟ ايه راجلها. المهم اللي غنوصيك لالا تهلاو فيها، خصوصا في هاد الشهور الاولى. راكي ام تبارك الله وعارفه غادي تكون شويش مقلقه. واخا لالا. وسير دابا ترتاحي انت، وان شاء الله ملي غتجي غتلقايها مزيان. واخا يهنيك لالا. جاء ميلاد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ظرف تميز بنضالات واسعة من أجل وضع حد للخروج. يا سيدي احمد، صافا كي داير؟ زيد دخل. فين هاد الهضره كلها؟ ايوا زعما لا ما سولتش عليك انا ما تسولش انت. دقيت عليك في الصباح لقيتك خرجتي. وغير مشيت كنقلب على اللي سلفني شي فلوس، راني تزيرت هاد الشهر عاوتاني. حشومه عليك، تخليني انا اللي بحال خوك نمشي تسلف مع البراني. وانا مازال ما رديت لك داكشي اللي سلفتيني ونزيد نبسل عليك. الله يهديك، الله يهديك اسيدي احمد. ولا شي صلاح الصديق اللي ما ينفع صديقه فوق الحزه. عاونتيني ماشي مره ماشي جوج، وعمرني ما نسى خيرك. هاد الزمان كيحشم، المنطق قليله والمصاريف كثيره. اش غادي نقول لك؟ تقهرت، تغلبت اخاي سعيد. علاش ما تطلبش من الاداره ديالكم تنقلك الوجده؟ على الاقل بعدا تولي مع داركم وتوفر عليك شويه الكرا. وانا كرهت ولكن محال، وهما عجبوني من طنجه هادي 6 شهور. دي غير بالعكس، الشركه ديالنا بغات تنقلني لفاس وانا ما بغيتش. وعلاش اخويا ما باغيش؟ الا مشيت لتما دارنا غادي ينوضوا يزوجوني بديك البنت اللي خطبوا هادي، وانت عارفني باني ما بغيتهاش وما نقدرش نخسر الخاطر ديال والدي. كيف ما كان الحال، راي الوالدين مزيان وكيصدق على صواب. اويلي استغفر الله العظيم، انتي دايره كرش وانا ما سايقه اخبار. قولي لي شكون هاد المسخوط اللي بيك؟ ما نعرف. ما نعرف. شوفي اما غادي تقولي لي شكون اللي بيك، ولا راني غادي نعفس لك على فم القلب ونقتلك ونتهنى منك ونقولها لباك. غير قتليني وهنيني. صافي عرفتو هذاك اللي كان نازل معاك من القطار ياك؟ ماشي هو هذاك راه هو اللي غنديرو بات الولد، بغيتي ولا كرهتي. يكون باه، ما يمكنش. راه سميت هاد الولد والتليفون ديالو. ليش بغيتي؟ ماشي شغلك، انا نعرف كيفاش نتصرف. صحا يقولوا غير الله يخلف بعدك. ويا القواد النار على حساب. لا يا سيدي على حساب مول القهوه. الله يحفظك يا عمي مبارك. كون ما كانت هاد القهوه كون راه درتبوا لنا الحسابات. اسكت عيني نحفاو مع هاد الارقام. الو ايه شكون؟ كيفاش؟ واخا صافي انا جاي دابا بسلامه. ياك لاباس سعيد؟
لا والو، شوف انا غادي غير لهنا ورجعت الحين. الله يخليك الا سبحان الله سول عليا المدير قول له هو رجعت غير. واخا غير كون هاني غير كون. اتونسيون عندك طالع. الحق ما تخافيش، انا غادي نقولها للطبيبه باش تجي تشوفك وغادي تعطيك شي دواء. الحق ما ديريش في بالك، ما تخلعيش. الا خصاتك شي حاجه عيطي لي في الصونيت. ربي يخليك اختي. الله يعاونك. سمعي، انا غادي نصاوب شغالي واللي قلتها انا قول عليها انتيه باش نفكوا راسنا من هاد الوحله. اش غادي ديري؟ هذاك شغلي. باغي سيدي. الله يخليك، واحد الانسه ناعسه عندكم هنا. علاش المصلحه؟ مصلحه الانعاش. الاسم ديالها؟ رشيده بن ديوان. طلع سيدي الطابق الثاني الغرفه 122. شكرا لله. العفو سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رشيده صافا ياك لاباس؟ رسكتي يا سعيد، ماشي كانت غادي تقتل راسها؟ تقتل راسها؟ كيفاش؟ الحماق شربت شي حبوب ديال المصايب، قالت لك باغيه تنتحر. تنتحر؟ وعلاش؟ على ودك انت. وصافي رشيده، وها هو جا، ها السعيد جا وصافي سكتي. حرام عليك يا وليدي، حرام عليك تحطم قلبها. باش حطمت قلبها؟ اسمع ولدي، كما حكات لي رشيده انت ولد مزيان وولد عائله ومؤدب ومخلق، هو ماشي ديالك هادي. رشيده انا مازال ما فهمت والو، فسري لي شي بعيد هاد الهضره هادي. السعيد رشيده راه كتبغيك بزاف وعلى ودك شربت السم باش تنتحر، جاب الله عتقناها. على ودي انا اش كنسمع؟ ايه على ودك. شوف الا كنتي كتبغيها بحال اللي كتبغيك انا كنترجاك تزوج بها دغيا باش تحقق ليها الامنيه ديالها. تزوج بها؟ ولكن لا ما تزوجتيش بها ماشي بعيد دير شي مصيبه اخرى، تلوح راسها من شي عماره ولا ترمي راسها في البحر وانت ولد الناس ما تبغي لهاش هاد التهلكه. انا مزوقه فيك ولدي، غير وافق، راه هي البنيته الوحيده اللي عندي، هي العوينه باش كنشوف. ولكن انا راه ما مستعجل دابا للزواج. شوف لا ترفد هم، اللي صعبت عليك سهلت علينا، والمثل كيقول خطب لبنتك قبل ما تخطب لولدك، وانا كان اليوم كنخطبك لبنتي يا السعيد، والمعروضه اربح. وهذه هي حكايه قيس وليلى. بارك صاحبي متفليه وفكر معايا. واش بغيتي نقول لك؟ ويمكن تكون هذه بصح دجاجه بكمونه. والمهم في هادشي كله هي البنت كتبغيك كتحبك وكتموت عليك. انما اجي نقول لك، عندك تكون هذه شي جالوقه شي فريه باغيين يلصقوها ليك. هاودني. بالعكس زوينه ومؤدبه وحشوميه ظرافات. وعمرك ما حكيتي لي عليها. كنت كنعتبرها غير صديقه وخلاص. اجي وكيفاش عرفتي عليها وهي باقا غير تلميذه صغيره على الحب؟ هذه قصه طويله غادي نعاودها لك بالتفصيل. تعرفت عليها سيدي هذه واحد شهر ونص في القطار ملي كنت راجع من فاس. ياك ما كنت بزاف لا ما كاين حتى مشكله. في الحقيقه ونستيني ما حسيتش بالطريق. كنت كنتمنى كون كانت الطريق طويله بزاف علاش؟ باش نبقى معاك وقت طويل. بصراحه ما سخيتش بك. زعما نقدر نشوفك؟ ياك ما نهز معاك الصبر. ما جاوبتينيش على السؤال. علاش؟ نتشافوا علاش؟ نجلسوا باش نهضروا نزيدوا نتعارفوا. يمكن ماما كتسناني. شكرا اخاي، باي باي. على السلامه رشيده. الله يسلمك. شكون هذاك اللي كان معاك؟ تلاقيت معاه في التران. باين عليه مؤدب.
شحال ظريف يا ماما ومصواب. اي مصدريف ومصواب. وبقينا كنخرجوا مع بعضياتنا، وفي هاد الايام الاخيره ما بقيناش كنتلاقاو بزاف. هادشي كيدوخ. البنت يلاه شهر ونص باش تعرفات عليك وتحبك لدرجه الانتحار. العجب. علاه؟ زعما ما يمكنش توقع؟ كل شيء ممكن، ولكن قضيه الانتحار على ودك فيها شويه ديال المبالغه. اللهم لا كانت هاد البنت عندها شي عقده. لا 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 لا، ما عندها حتى عقده، غير باقا صغيره وما عارفه والو. البراءه رمانه مغمضه، وبيني وبينك هي احسن من ديك الخطيبه ديالي. يا داركم اش غدير معاهم؟ دارنا غنحاول نقنعهم، وزيدون انا اللي غنتزوج ماشي دارنا. انا في نظري بلا ما تزرب وخليك مع البنت كيف كنتو حتى تاكد. ايوا نبقى مطمعات شي دير شي مصيبه في راسها ونتورط فيها انا. يا سيدي الا كنتي مقتنع اضرب الحديد ما حدو سخون. ياك بعدا عاجباك وزوينه اخويا ما فيها ما تعيب، كامله مكموله، ظريفه وحشوميه ومؤدبه، وفي الحقيقه حتى انا كنت كنفكر فيها وبديت كنميل ليها، ولكن المشكله ديال الخطيبه هي اللي مازال مخلياني متردد. على سلامتك الحاج. على سلامتي؟ على سلامتكم نتوما؟ لا اللي حتى واحد فيكم ما كاين في الدار، حتى الخدامه ما كايناش. فين مشات الخدامه؟ الخدامه سيدي مشات لاكادير تشوف امها عيانه شويه. امتى جيتي؟ راه اكثر من نص ساعه وانا هنا. قول لي بعدا اشنو درتي في داك البيعه والشريه؟ جاب الله التيسير؟ الحمد لله كل شيء يسر الله. المشروع صادقوا عليه بالاجماع. الحمد لله. والله لا هذه خبيره زوينه سمعت هذا النهار. ايوا وانتم اش اخباركم؟ احنا الحمد لله. رشيده مازال ما جاتش من المدرسه. رشيده في باغي تقولي شي حاجه؟ فين رشيده؟ رشيده في السبيطار. السبيطار؟ علاش؟ ياك ما وقعت لها شي حاجه؟ اشنو السبيطار؟ صافي الحاج غير هدن راسك راه بخير وعلى خير. انت عيان عاد جيتي نص فرقل شويه. بنتي في السبيطار وكتقولي لي جلس؟ نوض جمعي راسك وريني فين هذا السبيطار. عمي مبارك دي هادو المدموزيل جواد الله يخليك. سعيد شفت كاد ليا ماشي حتى لتما. لا والو اخويا، غير الواحد راه تالف مع الدنيا وخلاص. اخويا ديال الدنيا وهذا هو حالها. الدنيا كلها مشاكل. اجي بعدا انت لاباس عليك؟ ما كاين باس؟ لا والو باس. قول لها سي فريد، الا زعما شي بنت كانت كتحب الولد بزاف وهي اللي طلبات منه الزواج يتزوج بها. هو كيحبها زعما نقولوا ولا كان كيحبها وهي كتحبو ما بقى مشكل ياك ما. لا غير واحد صاحبي متردد في هذا الموضوع وخلاص. يا سعداتو لقى اللي تحبو هي اللي طلب منه الزواج، وإلا عكل يتوكل على الله. الحاج فاش كتخمم؟ امينه البنت راه خلعني بزاف. الله يهديك الحاج. البنت راه بخير وعلى خير، ما عندها والو، واحد اليومين ولا 3 ايام وهي غتخرج بالسلامه. البنت حالتها ما عجبانيش، وقيله غادي نشوف لها شي طبيبه اختصاصيه تفحصها مزيان باش تعرف اشنو عندها بالضبط. الله يهديك الحاج، علاش هاد الطبيبه الاختصاصيه راه ما عندها والو، صافي راه برات. الحاج اشنو؟ اش كاين؟
مالك عاوتاني داير يديك على ودنك؟ اش باغي تقولي؟ بغيت نتذكر معاك في واحد الموضوع مهم. اشنا هو هذا الموضوع؟ الله يسمعنا خير. كيف شفتي دابا بنات اليوم وولاد اليوم قبل ما يتزوجوا لابد ما كيخرجوا مع بعضياتهم باش كيتفقوا كيتفاهموا عاد كيتزوجوا او لا؟ هادي كاينه. ايوا كي شفتي بنتنا رشيده زعما بعقلها ومؤدبه ومتخلقه، الله يعطيك الصحه على تربيه ربيتيها، انما حتى هي كتعدل من بنات اليوم او لا؟ ايوا هاد الايامات سيدي تعرفت على واحد الشاب ولد عائله زعما وخدام خدمه مزيانه في واحد الشركه مزيانه. ايوا الحاج الله يخليك، هاد ايوا هكايا ما تبقاش تقولها ليا، خليني عافاك حتى نكمل كلامي. كملي. هاد الايام تعيط لي في التليفون قال لك باغي يجي يخطب منك البنت. جيت انا قلت له ودي لا، انا راه ما عندي ري قدام باها، هو مول الري هو مول الشوار، وراه غدا غادي يجي يخطب من عندك البنت. هاكاك. قول لي انتوما خبزتو عجنتو طيبتو عاد ما جايه كتقوليها ليا؟ ايوا لا بديتو كملوا شغلكم. الحاج اش داكشي عاوتاني اش خابطه في ودنيك؟ ماشي هو هذا الموضوع اللي باغا نتكلم معك فيه. هي كاين شي موضوع اخر؟ ايوا كيف قلت لك البنات والولاد قبل ما يتزوجوا خصهم يتعارفوا ويتفاهموا، قلتيها. الحماق وقلة العقل وعقل الصغر خطأوا وكتب عليها المكتب وحبلت معاه. وبالحق غدا راه غادي يزي يضرب بها الصداق. اويلي اش قلت؟ حبلات معاه من الصباح وانت كتحومي وكتغني عليا باش تقولي لي البنت حامله. الحاج الله يهديك لا دير شي من الحبه قبه، راه كل شيء غيدوز بسلام وحتى شي ما ضاع وغادي يصلح غلطو. يصلح غلطو؟ كيف غادي يدير يصلح غلطو؟ كيف غادي يدير يصلح غلطو والبنت حامله؟ اللي مزيان وهو معترف بالابوه وغدا غيتزوج بها. اويلي استغفر الله العظيم. اويلي عباد الله فين غادي نخبي وجهي من الناس؟ اويلي عباد الله على مصيبه فاش تبت لي هاد المسخوطه. لا صافي لا صافي، هادي بغات تخرج عليا، هادي بغات تشوه بيا، بغات تقلل عراضي قدام الناس. هادشي علاش نعصب في السبيطار ياك؟ وانا على الشيطان الحاج الله يهديك، قلت لك كل شيء غيدوز بسلام وحتى شي ما ضاع. حتى شي ما ضاع؟ لا عندك الحق، حتى شي ما ضاع، ولا لا يزيد اكثر. كلها في هاد الدار كيعمل اللي يعجبو، وانا مكفيه عليا القفا عايش في دار غفلون. وقت اللي سولت على البنت فينا هي، راه في المدرسه، راه عند صديقتها، راه مسافره عند خالتها. انتي اللي متصراها، انتي اللي متفقه معاها على كل شيء، والنتيجه هي جايبه ليا كرش، هي جايبه ليا ولد مجهول بلا اب. وصافي المعطى الله يخليك، دابا اللي عطى الله عطاه. اللي عطى الله عطاه؟ لا عندك الحق، لا دابا اللي عطى الله عطاه، واللي دا شداه، واللي زلق طاح على ينقفاه، وانا في هالدار بحال كوكو. الحاج عندك تحشمو ولا تجبد معاه شي موضوع، غير ملي يخطب من عندك البنت اتفق معاه على ضريب الصداقه اليوم قبل غدا. انا مزوقه فيك اخيي. ايوا صافي، واش انت دابا غتعلميني اش نقول؟ ولي الحاج مالك مقلق وطلق عليا داك الغباشه، راه ما كتجي شي معاك، ابتسم شويه. وصل على النبي. ها هو جا، شوف عندك تمشي تجبد معاه موضوع الحباله، راه حشومي. قلنا صافي، الله يهنيك. اهلا سي سعيد. نهار كبير هذا، واش مكلف راسك؟ علاش جاي لداركم؟ كثر خيرك بارك الله فيك. تفضل. وعليكم السلام. هذا الحاج رشيده بات المعطي. الحاج المعطي بات رشيده راجلي. شرفي. الحاج هذا هو السي سعيد اللي دويت لك عليه. جلس يا ولدي، جلس.
أفينك أمينة؟ سمحوا لي تعطلت عليكم، هاك الحاج كب. لا لا لا، كبي انت اللي كتعرفي. سي سعيد مرحبا بك، هذا راه نهار كبير. الله يبارك فيك. تفضل يا ولدي تفضل. كي بقيتي شويه شويه الحمد لله. شفتي يا اختي كنتي غادي تخرجي على راسك ولا داك الجنين؟ داك الجنين هو سبب مصيبتي. علاه باه ما بغاش؟ لا لا لا، غير الظروف. هذاك الشيء علاش كليتي داك الدواء؟ الدواء غير غلطت فيه. وفين هو باه؟ شفتو كاع ما جا. باه مسافر. ما يكون بس عندك حبيبه، وإلا خصاتك شي حاجه عيطي لي في السرسال. شكرا اختي، ربي يخليك. ولكن ولدي خصك هاد القضيه تعجل بها قبل ما توقع شي حاجه. البنت راه كتعرفها متعلقه بك. عندك الحق عمي، خص الواحد يدوز الامور على خير ولا تجرى شي مصيبه. ايوا دابا قل لي السي سعيد، وقتاش ان شاء الله غادي نعيطوا للعدول؟ ايوا قلت زعما حتى نخبر والديا وخوتي فاسه هما باش يجيو يحضروا معايا في هذه المناسبه. ويلي خلاص ما قلت ما قلت، نضربوا الكاغيط بعدا نطرقوا حنا مصامره، وديك الساعه والديك راه رخا الله عاد نتعرفوا بهم. والديك من بعد واخا حتى هذا نظر. غدا ان شاء الله من بعد السبعه ندوز لعندكم. غدا ان شاء الله باذن الله. هي غدا في السبعه نعيطوا للعدول. ايه خص غير رشيده تكون هنا في الدار. لا 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 لا، رشيده لا ترفد لها هم. رشيده ان شاء الله انا غادي نمشي لعند الطبيبه باش تخليها تخرج. يلا 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 طلق 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 شحال ديال الدريبه، طلق الكره صاحبي طلق. يلا مزيان بيان في. لا خلي زيد 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 اليمنى شوف هو غير ماركيها. بالفعل قوة نعرفها قوة تمر محاذية. كان غير ضربها من البعيد اصاحبي. المنتخب المغربي والحكم في هذه اللحظة يعلن عن نهاية المقابلة بانتصار المنتخب البرازيلي. كاسبنا الكرة ملي ما كانوا فلوس، وملي جاو الفلوس مشات الكرة. اجي بعدا ما سولتينيش شنو درت اليوم في المباراه ديالي. اييه اش درتي في القضية ديالك؟ فين وصلتي؟ صافي يا سيدي، مشيت عند بات البنت وخطبتها منه رسميا واتفقنا على نهار ضرب الصداق. ايوا سيدي مبارك مسعود مبارك مسعود، الله يكمل بخير. العقوبه عليك اخي احمد. انا وباش بالراتب الزين ولا بالبنات اللي ما بقاوش راضيين بالموظفين بحالنا. اخي سعيد، اليوم باش تزوج خص تكون عندك الدار والسياره ورصيد مهم في البنك، وإلا ما كانوش هادو غير سير شوف لك شي شقيفه اللي تسترها وتسترك. اللي قلت ليها انا موظف كتقول لي باي باي اديو مو شيري. لا زدتي فيه، باقي البنات اللي بعقلهم بحال رشيده. فكرتيني في رشيده، وكانت حتى هي حاضره معكم؟ لا باقا في المستشفى. ايوا مشيتي شفتيها باش تفرحها وتبارك ليها؟ خليتها حتى الغدا نكون نيت تخلصت باش نديرها شي هديه تكون في المستوى. ايوات وبديتي في الهدايات، وغدا يصبحوا تكاشيطات، وبعدو يوليو دبيلجات وخويتمات ومضمات. يا سيدي الله يكمل بخير. ايوا اش ظهر لك الحاج؟ ايوا الله يسترنا. في الحقيقه هو شاب مؤدب ما فيه ما يتعب، وباين عليه ولد الناس، وراه بحال اللي كنت كنتمنى لبنتنا. وخدام في شركه كبيره. ولكني ما عجبتنيش داك الدخله ديالو علينا. ويلي دخل بكرتونه ناشفه في يديه. الله يهديك الحاج، وكتعرف ولاد اليوم على يسحب لك بحالنا. باقي كنعقل نهار فاش الوالد والوالده مشاو يخطبوك، داو معاهم كروسه صايقنا جوج بغال ومتقله بالهدايا. لا ما تزيد شي فيه، ماشي غير الكفاف. كفاف؟ ايوا والخنشه ديال السكر فاش كانوا عازينها. ايه نسيت السكر نسيتو. قولي يا امينه. نعم. ما صبرتي شهرك؟ لا
هو هذا لولو. شنو بان لك؟ الشمس الشمس. اجي نعم. واش عقلتي ملي كنتي مروشه ودايره القرينات؟ ولا وما تزيد شي فيه، ما كنتش دايره الكورينات، كنت نيت مشطه مزيانه ودايره الفرقه عوجه، كانت ديك الساعه موضه، وحتى دابا راه ولات موضه. غير قولي الحق، ما كنتي دايره غير القرينات ومضفورين. واخا سيدي كنت دايره الكورينات. ايوا كيف كنت كنجيك؟ ما كنتيش معمي فيا. كنت، وداك الشيء علاش طحت على زنافري. ايوا دابا اكثر. ايوا لا يخطك عليا. حتى انت لا يخطيك عليا. علاه ما كتسول اسيدي؟ الله يخليك على واحد البنت ناعسه عندكم هنا اسمها رشيده. عاد لقيتيها خرجات؟ الحمد لله. ياك ما انت هو راجلها؟ نعم لاله. ايوا سيدي مبارك مسعود، والحمد لله اللي دازت الامور بخير ولا خير، والجانين حفظوا الله. تهلا فيها، راها ظريفه وما تديش عليها، راه كاع العيالات في اليمات اللي ولاد الحمل كيكونوا مقلقات والوحم صعيب. اش من حمل واش من وحم؟ انا كيسحب لي في اخبارك. واش انت متاكده بلي رشيده حامله؟ ويلي راه انا اللي كنت كنداويها. ما يمكنش رشيده تكون حامله، ما يمكنش حامله. والعجاب هادشي ما ظهر لياش فيه. ايوا الشي اللي قلت لك، غير تبعي ريي وما غيكون غير الخير. غدا هو غادي يجي وغنضربوا الصداق ومرضنا ما عنده باس. ولكن ماما من بعد ضرب الصداق اش غادي يطرى؟ اش غادي يطرى؟ ملي غنقرقبوا عليه ويضرب الصداق ونديروا ورقتنا في جيبنا، ديك الساعه اللي عجبو يبقى مرحبا به، ما عجبوش الله يعرض السلامه. المهم بنتك ولا ولدك غادي يكون عنده باه. ناري يا ماما ماشي حرام علينا نظلمو، هو ما دار والو، راه ماشي باه. وشكون هو باه؟ كانوا غيلصقوا لي ولد ما عندي فيه حتى نصيب. حفظك الله. هادشي علاش خص الواحد ديما يحمي راسو ويعرف مع من هو. على عمرك ما سمعتي بشي واحد اللي سقرقبات عليه المصيده. العجب اللي شافها يقول لك هذه هي اللي تصلاح، هذه ملاك. اجي نقول لك وجاوبني بصراحه، زعما عمرك ما قصيها؟ ماشي انت اللي وحق صاحبي وهاد الطعام والمحبه اللي بيناتنا عمري ما اديس، راه غير الباطل الاحمر وخلاص. عرفتي اش غيجيك مليح؟ سير لعند والديك ودير لهم خاطرهم وتزوج بالبنت اللي خسروا لك هما، وزعما راها خطيبتك. شفتك تالف مفافي مالك؟ والله اخويا ما عرفت ما ندير، راني نحس براسي مسالي تالف كيف قلتي. سي سعيد كملتي داك الحساب؟ هاو شوف راه هو هذا عنده في داك الدوسي. شفتك اليوم ناشط مع راسك. هي الدنيا خففت عليك. من اليوم غادي نضربها بركله. عندك الحق. سي سعيد شي ناس كيتسناوك في الباب تحت. شكون؟ مرا واحد البنت. اعوذ بالله اعوذ بالله. داكشي مالك ما جيتيش البارح؟ خليتينا كنتسناو الناس والعدول والقيامه قايمه، ياك لاباس؟ العدول والناس تا هما زعما الشهود. شوفي لاله انت وبنتك وبلا علينا فضيحه. سيروا شوفوا شي حد اخر قنيو عليه ولصقوا ليه فضيحتكم. سيروا شوفوا اللي يسترهبها لكم من غيري انا. مالك ولدي يا سعيد؟ ولدك ما يشرفنيش تكون عندي ام خلوضه بحالك وبنت سايبه بحال بنتك. ايوا حدك تم. ماشي درتي البنت زبله قد سخط الله وباغي تضربها ليها بنكره؟ واش صحابك انا كنبوت لهاد الدرجه؟ سيري شوفي شي حد اخر من غيري، سيري شوفي اللي يسترهبها لكم من غيري انا. شوف السعيد اجي نقول لك، اما غادي تستر مصر الله ويبقى هاد الشي بيناتنا ومريضنا ما عنده باس، ولا راني ما غادي يفكني معاك غير المخزن صافي. اسيري عاوديها ليهم وعلى ما بخيلك ركبيه، والله ما تدي مني باش تلقى سنانك. وإلا ما نخليك يا سعيد،
كتمشي وكتجي وكترغب وكتطلب زحف على رجليك، ما ناشي مرا، ما ناشي امينه ماطل معطي الديواني. سيري ديها للخيريه حسن ليها وليه. الخيريه طلقي مني انتيا، طلقي مني صافي يصفيها منك يصف. والله ياك ما الوالده هي اللي جات؟ لا سيدي، ماما غولا اللي جات بغات تاكلني واكليني يا موكا. ودار عليك قاطع الواد. خليها الله، قطع البحور هذا. ايوا لا ها مولاة العقل، لا فاهمه اش غادي نعملوا دابا في هذه المصيبه الكحله اللي جابت لنا بنتك المصونه المربيه؟ وإلا ما بغاش بالخاطر الله يجعل البركه في المخزن، غادي يخليه يعترف بولده ولا بنته بالزز. المخزن؟ ايوا عاد كملت البايه، الا وصلنا للمخزن غادي عاد نتفضحوا بالمعقول، وغادي تكون فضيحتنا بالطر والبندير. والحاج انت مول العقل نخليو الولد ولا البنت بلا بواه؟ لا عندك الحق، دابا ملي توجد الولد كيخصنا لابد ندبروا ليه على بواه. معلوم واش تدير الطربيه العوجه هذه باش حصلتينا؟ والحاج خلاص بركه ما تخطب عليا، راه قلبي راه طايب. ها غدا سير عند البوليس واعمل به بلاغ. البوليس؟ عاد كتبكي المتعوسه، تنصحيهم بالشكر ان شاء الله. على فين غاب عقلك نهار الاول اللي ما تحضرش شرفك بحال لياتك وقرانات؟ سكتيني بركه من الطبوحيط. سمعي باك راني قلت ليه السعيد هو اللي بك باش يعترف بداك الشيء اللي في كرشك، وراه غادي يقيد به عند البوليس. البوليس؟ ايه البوليس والمخزن هادو كلهم غادي يتحاموا فيه باش يعترف بداك الشيء اللي في كرشك، ولا بغيتيه يتزاد حرامي قدام الناس؟ تهنيت علاش بقيت عايشه. سمعي عند البوليس قول لهم السعيد هو اللي بك، ولا تبقاش تدخلي وتخرجي في الهضره. وياك البوليس ما يضربونيش؟ لا ما يضربوك شيء، غير غيسولوك، غير كما قلت لك ركزي وتبتي وعرفي راسك اشنو كتقولي، وكما قلت لك ديري بحساب باك، لا تمشي طرا ليه شي حاجه ولا طيح ليه النقطه، طيح ليه اليد مع الرجل ويقص ليا في الركنه. علاش بابا ما بغاش يشوف فيا ولا حتى يهضر معايا؟ واش انت بقى فيك ما يتهضر ولا ما يتشاف؟ رشيدة بن ديوان، سعيد أيد عرفي. ملف 1370 على 90، وفتح المحضر بتاريخه وساعته. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. رشيدة بن ديوان، 17 سنة، تلميذة بثانوية الصخور، شارع الأزهر، عمارة 20 الشقة 2 الرباط. قدمتي شكوى لدى الضابطة القضائية كتهمين فيها سعيد أيت العارفي بالاغتصاب مما نتج عنه حمل، كاين هادشي؟ نعم سيدي. يمكن لك تحكي لنا اش وقع بالضبط؟ أنا سيدي تعرفت على سعيد وعرض عليا نخرج معاه، قبلت لأنه قال لي نيته حسنة وما باغي غير الحلال، باغي يتزوج بيا. كنا كنخرجوا في الأيام الأولى لجنب البحر والقهاوي، يعني باحترام. وملي شافني بديت نثيق به وتعلقت به، قال لي نمشيو نشوفو اختو وداني لواحد الدار جنب البحر. كذابه سيدي الوكيل، كذابه. سكت ما تهضرش حتى نقولها لك، كملي. وملي دخلنا للدار ما لقيت فيها حتى حد، حاولت نخرج ولكن سعيد شدني بالزز وجرني لبيت النعاس. حاولت نطلبو ونرغبو ونستعطفو، بكيت وقلت له رحمني ورحم ضعفي، ولكن هو كان بحال شي وحش وتهجم عليا وهكذا. واللي كان كذوب سيدي، كذوب البهتان. قلت لك اسكت ما تهضرش
حتى نقولها لك. صافي معليش، كملي اش وقع من بعد. واغتصبني، ومن بعد شهرين لقيت راسي حامله منه. وعلاش ما قدمتيش الشكوى نهار اللي اغتصبك فيها؟ على حقاش صلح لي خاطري بالكلام الحلو، قال لي غادي نتزوج بك في الحين، طمعني. وبقيت نتسنى حتى بانت عليا اثر الحمل، وملي مشيت قلتها له هددني ونكرني وجرى عليا. عمرك خرجتي مع شي ولد اخر؟ لا سيدي، هو الوحيد اللي خرجت معاه، وهو الوحيد اللي وعدني بالزواج. سير عند الكاتب ووقع المحضر. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. سعيد أيت العارفي، 25 سنة، شارع السنغال، العمارة 6، رقم الدار 8، الرباط، موظف بشركة عبر البحر للتجارة بالرباط. هاد البنت كتعرفها؟ كنعرفها نعم سيدي. وشنو هي نوع المعرفة اللي بيناتكم؟ كانت صديقة وصافي. كنتي كتخرج معاها؟ نعم سيدي. وفين كنتو كتمشيو؟ جنب البحر ولا في القهاوي. والدار اللي كنتو كنمشيو ليها حدا البحر؟ كذوبة سيدي، ما عمرنا مشينا لشي دار لا هنا ولا حدا البحر. ياك هكذا الكذاب. اسيدي راه عنده دار في جنب البحر. سكتي وما تهضريش حتى نقولها لك. ولكن رشيدة قالت لك بانك اغتصبتيها في شي دار حدا البحر. والله سيدي اللي شهد علينا جميع، عمرني ما قصتها ولا دخلت معاها لشي دار ابدا ابدا. وعلاش تهمتك غير انت؟ ما نعرفها سيدي. شوف، الا كذبتي راك غير غادي تزيد تعقد على راسك. انا بريء سيدي، انا بريء وبغات تعاملني غير هكاك، وحق من اللي الحق الا انا مظلوم سيدي، مظلوم. صافي سير عند الكاتب باش توقع على المحضر. قررنا نحن نائب السيد الوكيل العام للملك متابعة السيد سعيد أيت العارفي طبقا للقانون وفصول المتابعة، مع بقائه في حالة سراح مؤقت بضمان محل إقامته. والآن يمكن لكم تمشيوا في حالكم حتى توصلوا باستدعاء المحكمة. خسارة بنت غزالة بحال هادي تضيع راسها هكذاك، والله إلا بقات فيا. وهي مالها وما راسها؟ أنا اللي في الهم، أنا اللي غدا في المحكمة غيحكموا عليا بالحبس، بلا خدمة وبلا مستقبل. واش غادي نقول لك؟ موقفك مشبك. ذاك الخرجات معاها اللي اعترفتي بهم هما اللي غادي يكونوا لك بحال السلسله في العنق. ولكن انا ما قلت غير الحق، ما قلت غير الحق اخي احمد. الحق؟ المحكمه ما كتامن غير بالادله والبراهين والقرائن. سولني انا اللي دارس القانون. كلامك كيأكد الادانه صاحبي. حتى هي ما قدرتش توريهم الطريقه اللي كانت ديتها ليها. ويمكن ما تعقلش عليها الا مشات ليها مره واحده وزيدون بالليل وقالت لهم كليتي لها دماغها. احمد اش كتكلم معايا بحال شي قاضي؟ انا كنشوف غير من الناحيه القانونيه وكنلقاك واغله صاحبي. يا انا زعما مشيت صافي مشيت. غير الله يسلك الامور على خير، اما القضيه عندك حامضه. الحاج برك عليك اخي من التخمام ولا التنعس. بنتك خلات لي شي ناس. ودابا مالك انت دار في هذا الهم؟ دابا في المحكمه غادي يحكموا عليه بالزواج، وإلا ما بغاش بالحبس، وديك الساعه غادي يعترف بولده ولا بنته، وحفيدنا غادي يكون عنده باه. حفيدنا خرجتوا عليا كنت جالس في المحكمه بحال شي محيط. حاشاكم ودابا كتقول لي حفيدنا، كتقول لي هي بوجهك صحيح. الله يهديك الحاج، نوض تنعس برك عليك من الطاعون وقرا شويه ديال القران. وانا وديت نعسي انت اللي زاهي ليك، انت اللي قلبك مهنيك. قلبي مهنيني؟ انا غير كتماون في قلبي باكيه ومدم. اجي نقول لك بيني وبينك، فين غنرميو هاد البنت؟ لمن غادي نعطيوها نتخلاو عليها؟ راه يديك منك ولا تكون مجدامه. سعيد اش هادشي؟ انت اللي كميتي هادشي كله؟ ما لقيتو غير هو نفش فيه غدايدي. احيد عليك هاد البلا، غادي غير تهلك صحتك. دير شي المتورجيه. صافي انا ساليت،
غدا غنولي مرمي مع المجرمين في الحباسات. دير املك في الله وما تخافش، ربي كبير، دي بيبه الحق، صدقني. ما كاينش اللي كيقضي على الواحد من غير الباطل الاحمر. لا دير شي في خاطرك، دابا ربي يفرج، هادشي اللي كتب الله. لا دير شي في خاطرك. اجي، وعلاش ما تطلبش من الخدمه ديالك اجازه وتمشي لداركم ترتاح شي شويه؟ طلبت هذه شهرين وهي اللي كانت سببي في ديك المصيبه الكحله. الحاج صباح الخير، واجي تفطر؟ فطري انتي اللي مفتوحه لك الشاهيه. وزعما اليوم الحد فين غادي؟ غادي الجايحه اللي ما غاديش يرجع منها. نطلب الله تعالى يهزني عنده باش نرتاح منكم. الله يحفظك وينجيك، الله يكون لك وليا في العوان، وليتي كتشعل على والو. انتي وبنتك راه شاعلين فيا النار الزرقاء، الله يريحني منكم. وعندك تنسى فريد، راه عرض علينا العشاء. غير عفيني يا صاحبي، ما عندي قلم ما عندي خاطر. شكون يكون جا؟ داير مع شي حد؟ ما داير مع حد. نوض شوف شكون. وي ولدي سعيد، فين هاد الغبره وليدي؟ توحشتك غادي نقطعك نضرب الحميد. مرحبا نجاة. حمد صاحبي وجاري اللي هضرت لك عليه. تبارك الله عليك وليدي. متشرفين لالا. نجاة متشرفين. المهم انا غادي نمشي، الله يهنيكم. اجي. شكون هي هاد البنت اللي جات مع الوالده ديالك؟ هذه هي الخطيبه اللي عاودت لك عليها. مزيونه. اجي، عندك تبين شي حاجه، تبت. غير اسكت، الا سمعتها امي تموت غادي تجلس معاها. لا خليني نمشي، انا غادي نمشي نقضي شي شغل بيدمان وهنا راجع لعندك. واخا. وسلام سلام. مرحبا. بارك الله فيك ولدي. الكبده ما تهدى، اضطريت نجي نشوفك. والله امي لا موحشكم بزاف. شخبر واحد الوالد وخوت؟ كل شيء على خير وبخير وكيسلموا عليك. الحمد لله. نجاة اش اخبارك؟ لاباس. شخبار داركم؟ الحمد لله لاباس. وحنا دابا لصقنا على هاد السعيد. قولي لي شكون با داكشي اللي في كرشك؟ ما نعرف. هلا كنتي ضايخه ملي؟ وبركه ماما، راك طيبتي لي قلبي. ياك ماشي حد من ولاد الجيران، ياك ماشي حد من العائله. وصافي يا ماما، ياك قلتي لي نتهمو سعيد وتهمتوه، يا بركه. ايوا شفتي يا وليدي نجاة تبارك الله عليها شحال حدقه. ملي جينا وهي واقفه على قدم في الكوزينه وخملات الدار ونظفتها ورتباتها. كاتبري الوداجه وليدي، فين غتجبر شي وحده اخرى بحالها؟ ايه يا ابوي، ولكن انا ما كنبغيهاش. بارك عليا من كلام الدراري. انا حنا دابا تزوجنا بالبغيان، داك الشيء كيجي من بعد الزواج. شوف وليدي، المحبه الحقيقيه هي بنت العشره والموالفه. والله يجيب اللي فيها الخير. يا وليدي غير قلت لها يلاه معايا جات كتجري مسكنه، وانت حاضر منها العين. ايوا لا واه، خصك تضحك في وجهها وتهضر معاها وترحب بيها. ما كيعرفش الانسان الخير فين هو، ربما تفهموا. ولكن امي حتى واحد ما مال قلبه. شوف غدا ان شاء الله خرجها وساريها وهضر معاها، ربما حتى هي عندها ما تقول لك، وربما يتفتح ديك القليب ليلها. يلا بركه من هاد التغوبيشه. نزل للارض، اطلق ديك الوجيه ليلها. هكذاك هي رضي على بنتي. دابا بنيتي جبنك باش نشقاوك. لا حبيبتي، ما تقوليش هكذاك، راه بحال دارنا وشقاكم
راحه. شنو وجدتي لنا في الغدا؟ داكشي اللي قلتي لي كيبغي السي سعيد. سمحي لي الحاجه، غنمشي نقضي الشغل باقي. هو شربي راسك، راه حنا كنعاينوك باتاي. Buongiorno, come stai? Bene? Sono Adil. عادل مرحبا مرحبا ونهار كبير. هذا كي داير؟ انت لاباس؟ فين هاد الغبره ولدي؟ ويلي عرفتي شحال وانت غابر. هيا تفضل تفضل، مرحبا بك. وكي داير مع الغربه؟ Molto bene. مرتبيني؟ شنو هي هاد مرتبيني؟ بغيت نقول مزيان مخير. شوف عادل الله يخليك، هضر معايا باللغه اللي كنفهم. شحال هادي وانت مسافر؟ كريدو 5 anni. بغيت نقول 5 سنين. سنين. وعلى سلامتك. واحد خلي فينا هو؟ خالك سيدي في الخدمه، هو غادي يجي. ورشيده؟ رشيده انا غادي نمشي نقولها ليها. لا الله يخليك بالك. هذا لي الجمال. لي انا. شكرا ولدي. وهذا نعملوا له سوربريز. الله يكثر خيرك. دخلي يا ماما على مول فدقي. عادي كيف؟ رشيده. انا كلمت كالطلياني. الله يسلمك امو قرينات. باقي عاقل على قرينات. ما عندي ما نسال. انا اللي ما عندي ما نسال. تبارك الله كبرتي وزيادتي وليتي سينيورينا بيليسيما. خذ هذا التي كادو لي. سي بور ما ميرسي عادل. علاش كلفتي راسك؟ لا ويلي كيف ولا. مرحبا بك عادل. اجي تجلس جلس. جراتي. ايوا الطلياني درتي شي وليده تسمع شي طلياني؟ في الحقيقه مازال. على وداش انا كنفضل نديرو مع بنت البلاد المغربيه احسن ليا. ماما ودا هادي ما جيتي عادل. ايه دابا 5 سنين هادي، حتى تبدلات عليا البلاد والناس، ما بقيت فاهم والو. نو كابيدو. الدنيا كتجري عادل. هداك النهار وحنا صغار هما عندنا عقل غير البارح. هي درتي عقلك دابا مو قرينات. ايوا كيف عايش انت في الغربه؟ اش نقول لك، باش نعاود لك على الغربه والتمره. لا بورو يدور ولا فيتا برودا، زيد عليها الوحدانيه قرا وخلاص. هي باقي زري مع راسك. في الحقيقه بركه باستا. واحد عيا وكنقول هذا العام كتبان لي ناوي ديرها يا العفريت. هذاك الشيء اللي كاين. لقيتي بعدا اللي بغى لك خاطرك. في الحقيقه لقيتها، ولكن ما عرفتش واش غادي تقبل عليا ولا لا. واش كاينه شي وحده كتكره الخارج؟ واحد شاب بحالك ظرافات واخلاق، اش فيك ميتها؟ الله راه عقلي عليها، هذاك ما تقولهاش ليها. على هذا كنعرفها مولتو بزاف، كنشوف فيها الصباح وعشيه. شكون هي المباركه مسعوده بالسلامه؟ ولات القرينات الا بغات. ياك ما انا بركه بالتسريعات. اش ضلك في هاد القصه؟ ولكن انت كنتي كتخرج معاها. بحال شي صديقه صافي وزيدون. عمري ما اديتها. علاه ما بين الولد والبنت كاينه شي صداقه؟ وكون ما كانت بيناتكم شي حاجه كاع ما تخرج معاك وما تهمكش انت من دون الناس الاخرين. انت معايا ولا معاها؟ يا سيدي انا مع الحق، واللي سمع قصتك معاها يقول انت اللي بيها. انا بغيت توقفي بجنبي ساعه. انت عاد ما كتزيدي عليا في الهم. اش بغيتي ندير لك؟ اش بغيتي ندير لك وانت داير فضيحه؟ انا بعدا كنت كنشك فيك. كتشكي فيا؟ علاش درت ليك؟ ايوا سيدي اليوم هادي درتي ليها كرش، وغدا ملي نتزوجوا غادي تولي داير ليك الخدامه وانت تمشي تعزره مع راسك. لا اخويا انت ظاهر عليك مخ الويض. داكشي علاش قلبي ما بغاش يمين ليك. دار انت ماشي ديال الزمان، والواحد كاع ما يديرك حداه. سير بعدا فك حريتك مع البنت وتزوج بها قبل ما تدخلك للحبس. انت حرام الواحد يحلق قلبه ويهضر معاك. فعلا عندك الحق، حتى انا نيت بهدلت براسي جايه تابعك بحال شي بايره. كنت ظنك راجل بعقلو، الساعه انت كلك مشاكل. اسمعي لاله نجاة، المراه اللي ما توقفش مع راجلها فوق الحزه ما عنده ما يدير بها. ايوا سيدي جري عليا نيت، قولها بصراحه. فين غاديه؟ غاديه في حالي، ما بقى لي ما ندير معاك. فين غاديه قلت لك؟
سعيد ما يعرف. ما كتبكي؟ ما ماليش، قليل عليك الله يخليك. كتجمعي حوايجك؟ اش وقع؟ سولي ولدك راه عامل عقد راسو. فضايح ولا الشيطان ياك؟ ماشي انا، وحده اخرى. كيفاش؟ فسري لي. ولدك انا لا مولاتي اللي طايرين به للسما راه غادي يدخل الحبس، وانتي ماشي يبان لك اخبار. هو طعر الله ونبي، علاش غيدخل الحبس؟ شنو دار؟ ناكر ولدو. ولدو؟ اش من ولد؟ سيري سوليه، سيري سوليه يعاود ليك على البنت اللي ضحك عليها وضيعها بشرفها وزاد كملها وجملها، دار لها ولد بكرشه وقال لك بغا ينكرها. ولدي سعيد داير هادشي كله وانا ما عنده خبر؟ هادشي ما يقبلوش العقل. ايه يا ولدي، باك مات وانت مازال صغير، وكان الله يرحمه خلاك بين يد اختي مسكينه، شحال ضحات وشحال تعبات من اجلك. يا ولكن الحق سبحانه تفكرها، الله يواليها برحمه الله. الله يرحمها مسكينه. في الحقيقه انا با ما نعقلش عليه، لكن امي كانت تفكرها مزيان. ايوا راه هذيك عمتك هي اللي عطاك الله، راه هي اللي كانت متحمله مسؤوليتك، رباتك وقراتك، واش بعدا كتفكرها؟ الله ودي خالي، واش انا ننسى الخير؟ دابا كل راس شهر كنصيفط لها واحد المنظه، انا وداش كي كتعرف هي حالتها ضعيفه وراجلها ما فحالوش، ومعها هي مسكينه ما كتولدش عاقره، فالواحد كيتعاون معاها على قد المستطاع. الله يرضي عليك، ولكن انا بالنسبه ليا رانا مقلق وكنعاتب عليك. الله ودي خالي، انا شنو درت؟ هاد المده كلها وما تسولش فينا؟ ويلا خالي، راك عارف ظروف الخدمه في الخارج، تما راه ما كاين غير جري عليا نجري عليك، حتى الوقت باش الواحد يحك راسو ما يلقاهش. قول لي بعدا، درتي شي وليدات؟ لا في الحقيقه مازال. هو لاني عوال هاد العام الى كتاب، وهذا هو الموضوع اللي جيت نتكلم معك فيه. مرحبا. كاين شي مهد تقال؟ كاين شي ما نقضيو؟ كي كتعرفوا دابا نتوما هما العائله الوحيده اللي بقات ليا، ومعزتكم عندي كبيره، وكنتمنى انكم ما ترفضوش طلبي حيت بغيت نتزوج بنتكم رشيده. رشيده؟ ولكنها ولدي رشيده مازال كتقرا. خالي الا كانت على القرايه حتى الطاليان يمكن لها تكملها معايا، ما كاين حتى مشكل. ولكن عادل خصك تعرف بلي رشيده مازال صغيره، ولا عرفتي اش غنقول لك؟ خلي ان شاء الله حتى العام الماجي ويحن الله. اخالتي امينه، انت عارفه ظروف المعيشه في الخارج، الغربه والوحدانيه صعيبه، وانا في الحقيقه هذا العام قررت انني نجمع راسي. هما كيقولوا الزواج عصمه ولا؟ هي عرفنا الزواج عصمه، ولكن خصك تعرف باللي رشيده راه باقي لها غير هذا العام وتاخذ الباك ديالها. شوف اوليدي الله يرضي عليك، غير صبر شويه، وراه ان شاء الله كان وعدك ما غادي يكون غير الخير. واش عرفتي الا جينا لهنا؟ علاش؟ بغيت نعرف رايك الاخير. ولكن انا راه شرحت لك الظروف. لا هاد القضيه القرايه ما داخلاش لي راسي، انا وداش خالي بالي بحال اللي كيتهرب مني، ياك ما عطي الكلمه لشي حد اخر. لا خويا عادل، ما كاين حتى حد اخر من غيرك. هي انت اللي ما باغيانيش، غير قولها لي وهنيني. بالعكس راك عارف ما زدت عندي، انما زعما قلت نخليوها بعدا غير حتى العام الجاي. حتى العام الجاي؟ يون بوسو، انا جيت هاد العام على ودك وما يمكنش نرجع بلا بيك. بعدا إلا غير فهمني اخويا عادل، راه المشكله ماشي ما بغيتكش، ولكن الدراسه. هاد العام عندي البكالوريا والمواد كتار وخاصني ننجح. شي طيبه. شكرا. ايوا لا اش دار لك في هاد الفضيحه هذه فاش سبت لي بنتك الغزاله، بنتك العزيزه؟ اش دار لك في هاد المشكله هذه اللي خلقت لي مع ولد اختي؟ الحاج الله يهديك، ياك اعتذرتي ليه وقلتي له حتى تكمل قرايتها وصافي. واش هي باقي عندها شي قابليه للقرايه؟ قليت الاعراض صافي. دابا ولد اختي مشى مقلق عليا، مشى واخد على خاطرو من جهتي، غادي يقول لك ما بغيتوش ما رضيتش بيه. خلاص الحاج انت الله يهديك، راه هاد الدنيا كلها وهمو، واللي ما عنده شويه عنده بزاف.
انا عندي بزاف، انا جا مهموم الناس كلهم بوحدي. انا مصيبتي ما بحالها حتى شي مصيبه. الله ينعل الشيطان الحاج، الله ينعل الشيطان. واش حنا غادي نتعاندوا مع القدر؟ راه اللي عطى الله هو هذا. هذه عمري ما ضربت ليها الحساب. فخريه من وقف في المحكمه من اجل هذه البنت، وغادي يقولوا عليا الناس بنتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله وليدي غادي يدخلوك الحبس ويضيعوا شبابك ومستقبلك. صافي امي، قلبي راه عامر ما عنده فين يزيد. اللي دارها الله هي اللي غادي تكون. قول يا وليدي، ياك انت ماشي مولا هاد الصبره. والله امي ولزيزي الا اللي ارتعت منك، ما عمري ما قصتها ولا اديتها، راه غير الباطل خلاص، انا بريء منها. يا وليدي السلقوطات كيخصهم غير فين يرزقوا، ولكن كون ما خرجتي معاها ما دخلتي معاها ما تسبش تلصق فيك. ويلي يا امي، على غير اللي خرج مع شي وحده صافي غتلصق فيه. اسيدي ما نخرج شي، بغيتيها وحبيتيها سير خطبها لوالديها ودير بحال اللي كيديروا الناس الملاح، واللي ما دار يديه في غار ما يعدو حنش. ايوا غيجي الواحد ويطيح على زنافرو، ما يتفاهم ما يتفق ما يعرف، غير يزيد ويدرم. هذا راه زمان اخر امي، التفاهم اولا عاد الزواج. ايوا النتيجه انت وصلتي لها، ها هي بغات تلصق فيك كرش ما عندك فيها لا نقه ولا جمال. ويلي ونجاة، قول لي نجاة دابا اللي هي طاير لها وتقلقات وغتمشي بحالها، اش غادي دير معاها؟ اش غنقول لها؟ الا بغات تمشي الله يعاونها، الماء والشطابه حتى تلقى على البحر. تسمعنا سمع، وإلا ما سمعتش نوض نسمعوا لها. انا ما عندي ما ندير بالمراه اللي ما تلقش معايا في وقت الحزه. سيري شوفي شكون. بلاتي. عادل على السلامة. الله يسلمك. فين يا ماماك؟ هيا هنايا سيد دخل انت. شكون رشيدة؟ غير انا عادل. اهلا اهلا بسي عادل، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ انت لاباس؟ تفضل جلس، مرحبا بك. ماما انا طالعه نكمل دوك التمارين ديالي. واخا بنتي، سيري كملي التمارين ديالك. ايوا عادل ارتحيتي شويه؟ شي حشومه عليكم تخبيو عليا، على انا ماشي بحال ولدكم ولا من دمكم ولحمكم غير بالفم. اشنو خبينا عليك؟ واش باقا شي حاجه كتخبى في هذا الوقت؟ راه شافوكم الناس في مكتب وكيل الملك في المحكمه وعرفوا كلشي وجاو عاودوا ليا. واش غنقول لك عادل؟ هي راه مسكينه صغيره ونيه ما كتعرف والو، هذاك الشيء علاش لوى عليها هذاك الديب ودار بها ما بغا. دابا انا راه جيت باش نوقف في جنبها ونعاونها حتى تاخذ حقها من داك الديب. شكون؟ عادي. سي سينيورينا بيليسيما، كوم ستاي؟ بيان. شنو كدير؟ اون بتيت ريفيزيون. المات هذاك؟ وي المات جو لو ديتيست. شحال صعيب هذا الشيء هذا، انا فاش كنت بحالك ما كنتش كنحملو. وبارك عليك من الكالكول وهضر معايا شويه. فاش غادي نهضر معاك عادل؟ الحياة كلها مشاكل، انا بعدا ما بقى ليا ما يتقال. اسمع لي رشيده مزيان، هادشي ممكن يوقع لاي بنت بحالك، ولكن كون متيقنه بلا كلشي غيدوز بخير وعلى خير. اخويا عادل، وحلت وما عرفت ما ندير. انت عارفه معزتك عندي قداش، وانا جيت اليوم باش نوقف معاك حتى تاخدي حقك من داك المسخوط. انت الوحيد اللي سمعت منك بحال هاد الهضره، وما كلهم هنايا كيحتقروني. انا مستعد نديك معايا ونتزوجك تما ونمسك في هادشي كامل. ربي يخليك اخويا، راك فاجيتيها عليا. وبركه من البكا، حاول على صحتك وعلى صحة ولدك. كيف ما كان الحال، شنو هو ذنبو مسكين؟ عندك الحق. نوض بدل هاد الحالة وغسل وجهك، وحيد عنا هاد الطغبيشة وجمع حتى هاد الماط تا هو، وصوب لي هاديك القهوة اللي مولفة تصاوب عليا، عاقل عليها. انا هاد المرة زيدها شوية ديال السكر. تكون كابوتشينو باتلاموري. ما كانش عليك اصاحبي تخاصم مع خطيبتك. قولها له وليدي، قولها له. صيفطها دموعها في عينيها، كان قاسي معاها بزاف. حتى هي عوض ما تواسيني بدات كتهمني وكتعاتبني. اسمح لي، اي بنت محلها كنتصرف بحال هكذاك. علاش شكون اللي قال لها يا سيدي انت بريء وما عامل والو؟ خاصها تثيق بيا، وعلى الاقل لو كانت عينها فيا غير جا مني حتى يبان ليها الحق من الباطل. المهم الا دازت هادشي بخير سير لعندها وصلح ليها خاطرها وتصالح معاها، هذا نظري. صالح معاها واخا ان شاء الله، نمشي نيت نبوس ليها راسها نقول لها انا ظالم وطالب السماحه. وخليني دابا من هادشي كله، وقول لي اش دارت لك ام حليمه اللي مخليها بالجوع؟ سيدي انا ما بغيت ماكلها، انا واكلها في عظامي، واكلها جديد، بغيت غير الحق يبان، بغيت نعرف ولدي المعذب المهذب واش عمل هاد عمله ولا لا.
ما عندك علاش تخاف امي حليمه. دابا ربي يفرج، والله ما كيسد باب حتى كيفتح بيبان سبحانه وتعالى. في الحقيقه الحاج، هاد ولد اختك راجل يا خي، واش من راجل. عرفتي مسكين ناض كيجري وكيجاري ودار المحامي، قال لك حيت عرفها باقا صغيره وما غتعرفش تدافع على راسها. واش شفتي اللي كون ما دارش هاد المصيبه هادي، اللي كون راه خداها وداها معاه للخارج واسترها عرضنا. عرفتي كنت دايره فيها واحد الثقه وحسبها بحال اختي وما عمري ما خسرت لها خاطرها، وانت شوف اش نخرج منها. انت اللي عطيتيها الحريه اكثر من اللازم، خصوصا هي مازال صغيره وما كتعرف والو في الدنيا. الحاج الله يخليك، راه حتى انت مسؤول، ما تحملنيش المسؤوليه انا بوحدي. يا الله يجيب لي فيها الخير وخلاص. بلاتي نعيمة، على سلامتك. الله يسلمك ونجي. زيدي دخلي، ما كاين حتى حد. ايوا صاحبتي، فين هاد الغيوب؟ كنت مسافرة ويلا رجعت البارح. فين كنتي مسافرة؟ شنقول لك رشيدة اختي، انتي ماشي شي وحدة اخرى. كنت هاربة من الدار ويلا رجعت البارح. اناري؟ وفين مشيتي؟ فين بغيت نمشي؟ مشيت كندور ودعت من قنت لقنت. ايوا حتى ضربوني الحيوطه وندمت ورجعت البارح. ورجعتي لداركم بعدا؟ وفين بغيتي نرجع؟ ودي الوالدين كيف ما كان الحال ما كيحافيوش. رحنا اللي عقلنا باقيين صغير وطيشات وكتحبنا الدنيا سهله. وانتي اشنو درتي؟ انا غير سكتي حريرتي حريره. انا باقا حامله. باقا حامله؟ وعلاش ما طيحتيش؟ شو سحابك صاحبتي؟ عجبني راسي في هاد لا سيتوياسيون اللي انا فيها. راه حاولت ولكن حتى طبيب ما بغى يحيدو ليا. وداركم ساقوا الخبار على ما فراسك شنو طرا. الفضيحه فوق السطيحه. اين فضيحه واين سطيحه؟ اشنو وقع؟ قولي. غير سكتي يا صاحبتي، حكايتي دارت بو بالروايح وقضيتي وصلت للمحكمه. محكمه؟ باسم جلالة الملك أفتتح الجلسة. الملف عدد 90,370. المتهم سعيد أيت العارفي. سعيد أيت العارفي. المشتكية رشيدة بن ديوان. رشيدة بن ديوان. جاء في أقوالك أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة أن السيد سعيد أيت العارفي اعتدى عليك واغتصبك. يمكن لك تحكي لنا كيفاش وقع؟ انا سيدي تعرفت على سعيد في القطار وعرض عليا نخرج معاه، على حقاش قال لي غرضو شريف ونيتو حسنه وباغي يتزوج بيا. كنا في الايام الاولى كنخرجوا لجنب البحر والقهاوي، وملي شافني تقت به داني لواحد الدار حدا البحر وتما. اجي قربي لهنا، قربي تكلمي بلا احراج. وتما اغتصبني. وما حاولتيش تدافعي على نفسك؟ حاولت ندافع على راسي، ولكن هو كان بحال شي وحش وتغلب عليا. طيب ارجعي لمكانك وكملي كلامك. ومن بعد بقيتو كتلاقاو؟ نعم سيدي، بقيت تابعاه باش يصلح الغلطه ديالته، حتى لواحد النهار ما بقيناش كنتلاقاو ولقيت راسي حامله منه وهو غابر، لا خبر لا اثار. عندك يا استاذ شي سؤال تبغي تطرحوه على الضحيه؟ لا سيدي رئيس. وانت يا استاذه؟ لا سيد الرئيس. كتعرف هاد البنت؟ كنعرفها نعم سيدي. يمكن لك تقول لي شنو هي نوع العلاقه اللي بيناتكم؟ صداقة بريئة نعم سيدي.
هاد البنت كتهمك بانك اعتديتي عليها واغتصبتيها وانها حملت منك. كذوب نعم سيدي، انا بريء وما عمري ما مشيت انا وياها حتى لشي دار، وما كنت معها في اي محل على انفراد. وانت كتعرفي الدار اللي داك ليلها؟ ما بقيتش عاقله عليها. كيفاش ما عمرك ما عرفتيها؟ المحل كان بعيد على المدينه والديور كانوا بزاف وكلهم كانوا كيتشابهوا، وسعيد كان كيتكلم ودوخني. الكلمه الممثل النيابه العامه. إدانة المتهم وفق فصول المتابعة. الكلمه لدفاع الضحيه. سيدي الرئيس، حضراتي السادة المستشارين، إننا اليوم لسنا أمام قضية قانونية فحسب، بل أمام مواقف إنسانية تجعلنا نقف أمام هذا الاستهتار الذي مس بعاداتنا وتقاليدنا المغربية. فأي صداقة هاته بين فتاة وفتى التي يتكلمون عنها؟ وها هي نتيجة هذه الصداقة المريبة. إن هذه الضحية سيدي الرئيس، هذه الضحية المراهقة انساقت بكل براءة وراء هذا المتهم الذي كان يلبس أمامها ثوب الإنسان النبيل، بينما هو كان يخفي تحت جلده ثعلبا ماكرا. سيد الرئيس، إنني أحتج وأذكر زميلي الأستاذ أن المتهم بريء إلى حين ثبوت إدانته. أرجو من الزميلة المحترمة ألا تقاطعني. المحكمة كتطلب منكم ما تخرجوش على الموضوع. كمل يا أستاذ المرافعة ديالك. طيب سيدي الرئيس، إن هذا المتهم لم يتوانى في الانقضاض على ضحيته بعدما أن طمأنها باسم الصداقة وأعماها بالوعود الكاذبة وأغراها بالزواج وأبان لها أنه الزوج الموعود والرجل المخلص، حتى إذا ما طمأن قلبها واستولى على عواطفها استدرجها إلى مكان بعيد مجهول لا يعرفه إلا هو، وأيضا حتى كذلك لا يترك أي أثر لجريمته النكراء. وهناك سيدي الرئيس أخذ منها أعز شيء تملكه فتاة مثلها، هكذا وجدت نفسها تحمل منه جنينا، وعندما واجهته بالحقيقة أي واجهته بحملها منه تنكر لها وللجنين. إنني أطلب من محكمتكم الموقرة أن تأخذوا حق هذه الفتاة من هذا المتهم حسب ما سنه المشرع بهذا الخصوص، وبتعويض مالي قدره 100,000 درهم، ولنا كامل الثقة في هيئتكم الموقرة. الكلمة لدفاع المتهم. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، كما قال دفاع المشتكية، إن القضية التي أمامنا ليست قانونية فقط، لما فيها من العبر والمواعظ الإنسانية والأخلاقية، إنما نحن سنأخذها من الجانب العصري حتى نواكب القرن الذي نعيش فيه. فكما لا يخفى على سيادتكم أن الفتيات والفتيان يدرسون مع بعضهم في الابتدائي والثانوي والجامعي، وقد تجمعهم ظروف الشغل بعد التخرج فيعملون مع بعضهم جنبا إلى جنب. وهذا الاختلاط كان طبيعيا أن تنتج عنه صداقات بين الفتيان والفتيات، وهذا ليس عيبا، بل العيب فيه هو أن يستغل في سلوكات لا أخلاقية وممارسات طائشة. أما إذا كان الغرض من الصداقة هو التعارف والتآلف والتعاون فهذا مستحبا، وإذا كان لغرض التفاهم لأجل الزواج فهذا جميل جدا. فموكلي سعيد آيت العارفي مثله مثل شباب هذا العصر التقى بالمشتكية رشيدة بن ديوان صدفة في القطار فعرض عليها صداقته البريئة. كان يود أن يدرس أفكارها وينظر ما إذا كانت تصلح أن تكون شريكة عمره، فقبلت، وبهذه النية صار موكلي يتصل بها في أماكن عامة حتى تفاجئه وعلى غير انتظار أو توقع ذات يوم وهي
تتهمه بذنب لم يقترف. ولن أتكلم عن الدلائل الغير كافية ولا القرائن المنعدمة، بل سأطلب من المشتكية الرجوع إلى نفسها وأن تحرك ضميرها وأن تلتفت إلى هذا الشاب الطموح وأن لا تحاول تحطيم زهرة شبابه حتى لا يضيع وسط المجرمين. فهل يرضيها أن يزج ببريء داخل السجن؟ وهل ستنام قريرة العين بعد ذلك؟ هل سيهدأ بالها إذا ضاع المسكين وضاع مستقبله؟ أيرضيها أن ينتسب حملها لغير الأبوة الحقيقية؟ وأطلب منها أن تكون جريئة وتقف أمامكم صائحة، لا للضمن لا للبهتان، نعم للحق، نعم للعدالة. الكلمة الممثل النيابة العامة. سيدي الرئيس، إن ما أقدم عليه المتهم شكل خطورة لحقت الضحية والمجتمع، وبالتالي فإن ما اقترفه يستوجب الردع حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شرف الآخرين. إن المتهم بسلوكه الإجرامي ترك بصمات في ذاكرة الضحية لا ولن تتمكن من نسيانها، فالضرر الذي لحقها مهما أسهبت في شرحه لن يزول ويمحى من مخيلة المشتكية. واعتبارا لذلك نلتمس إنزال عقوبة تتلائم وخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم في حق الضحية. إنه من العار أن نرى جرائم من هذا النوع تتفاحش في مجتمعنا، والتي إن تساهلنا في معالجتها سيكون له الأثر الوخيم على أسرنا. بمعنى يتعين علينا أن نتصدى بلا هوادة لهذه الجرائم التي تمس قيمنا وتقاليدنا وتتعارض مع ما جاء في ديننا الحنيف. وحتى لا أطيل أناشدكم وألتمس من مجلسكم الموقر بكل إلحاح إدانة المتهم وتطبيق ظروف التشديد في حقه. لا سيدي الرئيس، لا. اش داك الشيء؟ سعيد بريء، سعيد مظلوم، ما دار والو. كيفاش؟ وضحي كلامك أكثر. سمحوا لي نعاود لكم القصة كلها. احكي لنا بتفصيل وقول لنا الحقيقة والحقيقة فقط. واحد النهار كنت خارجة من الثانوية أنا وصاحبتي نايمة. ملي كنا خارجين من الثانوية لقينا حميد وصاحبو علي واقفين حدا واحد الطوموبيلة. نعيمة جراتني لحقاش كتعرف حميد. مشينا لعندهم وعرضوا علينا وحنا بلا تردد ركبنا معاهم، وفي الطوموبيلة حيدنا الطابليات. نعيمة قدمت لي حميد الصديق ديالها اللي قدم لي بدورو علي صاحبو، وعرضوا علينا نمشيو نشربوا معاهم شي حاجة على جنب البحر. اش دار لك نعيمة؟ مشي نديرو شي دويرة جيت البحر؟ الونزي pourquoi pas. سمحوا لينا نمشيو خذوا راحتكم. الحقيقة المغرب ديالنا فيه مناظر جميلة. علاه انت ما عايش هنا في المغرب؟ سي عايش في المغرب، انا اغلب الوقت ديالي تنقضيه في اوروبا. وشنو كدير؟ تنعمل تجارة، عندي سوسيتي ديال لامبور اكسبور. بحالاش؟ باغ اكزومبل يعني تنجيبو سلعة من اوروبا تنبيعوها هنا، وتنعاود نديو سلعة هنا من المغرب تنبيعوها في اوروبا. هي انت مسالي اوروبا مزيان؟ اسكت، المسارية طلعت ليا في الراس ديالي، قوت لي عييت من المسارية تنصيفط البيرسونال ديالي هو اللي يمشيو، ولكن ما عندي ما ندير. ساداتك انت بعدا مسالي مزيان. على انتيا ما عمرك خرجتي للخارج ولا؟ انا المغرب ويلاه كنعرف فيه الدار البيضاء وفاس. اجي نقول لك، ولا عرضت عليك تسافري معايا شي نهار، سي بوسيبل تقدري؟ قول لي السي علي، واش عايش بوحديتك هنا؟ مزوج في اوروبيه؟ اوروبيه؟ نجي نمشي اوروبيه؟ علاه خدت عليا مغربيه، قال لك مغربي خدا مغربيه وعملوا زواج النيه ولا لا؟ وباقي ما لقيتيها؟
وفي الحقيقه لقيتها. شكون هي؟ انت يا لاله رشيد، انت يا بالذات والصفات. بركه من التسليه. حنا زعما عاد تعرفنا. كاين ما نخبي عليك يا رشيد، كنت نعرفك هذه مده وكنت نتمنى تجي فرصه فين نتلاقاو وتعرفي عليا ونتعرف عليك اكثر واكثر يا رشيد. حرام عليك، ضيعتيني وضيعتي لي شرفي وكل ما عندي ومستقبلي. رشيدة راه لي ندوك غاف ركوب اللي تنبغيك ما قدرتش نملك نفسي. اش غادي نقول دابا لدارنا؟ عرفتي الا ساق لي بابا الخبر شنو يدير؟ يقتلني، يذبحني، يشرب من دمي. علاش تقولي لهم كاع دابا؟ خلي تيجي وقتها ياك غادي نتزوجوا. امتى؟ حتى نتفضح؟ رشيدة حبيبه راه كلمه وحده. حبيبه راه وعدتك عمري ما نتخلى عليك، ما عاد الا تخليتي عليا انتيا. بالعكس، كل ما بغيتكش ما نقبل حتى نرافقك. صافي دابا واخا نفكروا في مستقبلنا وفين نلقاو في التخيط اللي نديرو في العرس ان شاء الله. صافي حبيبي. عالم عندك تخوي بيا. خوي بك؟ رشيدة شوف فيا بعدا، خصك تعرفي بعدا من اليوم انت ديالي، وانا والشركات ديالي والفلوس كلهم ديالك حبيبي. وبقينا كنتلاقاو مره حتى ما بقى ليه لا اخبار لا اثار. ما خليت فيه قلبت عليها اختي نعيمه وتقولي واش لقيت حسو. دافع على لالا راه في الحبس ومحكوم عليه بعامين. طلع واحد ليسكرو منه ما كاين، حتى من الحشيش تيتاجر فيه. اويلي شكون قالها لك؟ قالها لي حميد، وتا هو ما كانش ساق الخبر حتى تحكم واللي عطاه الله عطاه. صافي اختي نعيمه انا ضعت. علاش ما تمشيش عنده للحبس وطلب منه يعترف لك بولدك ودار معاك صداق؟ اذا ربي يصدق هو في الحبس، الراجل محبوس، اش غادي نقول لوالديا؟ والديك بزز منهم يقبلوا له هو بغا. لا ابدا، والديا واش يقبلوا يعطوني المجرم في الحبس؟ يا رشيدة حبيبه ركزي معايا، المهم يعترف لك بولدك وديك الساعه يحن الله. جاي ديرينا جاي تشفي ولا؟ لا عالي. وشنو؟ جيت غير نقول لك باللي انا حامله منك. منين انا؟ وسيري قلبي لك على شي حد اخر من غيري، اما انا راه ما صلحلكش. شي حد اخر من غيرك؟ ما كنعرف حتى حد اخر من غيرك. انت اول راجل عرفت في حياتي، وانت اول واحد وعدني بالزواج في الحلال. دابا من هادشي كله علاش تقلبي؟ علاش تقلبي؟ بغيتك تعترف بولدك او بنتك وتكتب عليا. ترى خصك شي فكره اللي يكتب لك كرا نكتب عليك، بغيت تلصقيها ليا واشوفها بنت الناس. الا كان يعلى الحبس راني موالف به، وراه ما عندك ما تنضي مني، سمعتيني؟ وشوف زيدون انا راه ما نصلحلكش وماشي في المستوى ديالي، سيري طبري لك على شي فيكتيم اخر، سمعتيني؟ يكون في المستوى وعنده سمعه وقيمه تباني بيه قدام عباد الله، اما انا راه والو سودوط ومسخوط والو. عالي انا قابله وراضيه، نتسناك انا ولدك ولا بنتك حتى يطلق الله سراحك. وتطيح على راسك ولا مالك، وسيري شوفي فيلم تعاود هاد المعاجيات هادو. الا ما بغيتيش غادي ندعيك. دايري وسيري دعيني، سيري دعيني سيري، نيت انا راه باغي نخيم هنا. الشاف اجي ديني لدار الله. بكل صدق سيد الرئيس حاولت ننساه، وجات العطله ديال المدرسه وسافرت لعند عائلتي لفاس، وملي كنت راجعه تعرفت على سعيد. علاش كتنمس مرافق الحامين ديالك؟ شكرا. انا سعيد. متشرفين. وانا رشيده. كنظن ان الاخت باقا كتقرا. كنوجد البكالوريا هذا العام وفرحت بصداقته، وبقينا كنتلاقاو، وبقى سعيد كيكبر في عينيا، خصوصا ملي لقيتو انسان نبيل ومؤدب، وقلت صافي هذا هو الانسان اللي غادي يفهمني حتى لواحد النهار. رشيده مالك يا بنتي؟ رشيده ولي استغفر الله العظيم، مالك الحبيبه ديالي مالك؟ ويلي مالك يا بنتي وجهك صفر هكايا؟ ماما مساقني كيتقطعوا من الصباح وانا كنتقيجو في مروق. ويلا نديك عند الطبيب. عندنا امتحان اليوم. انا غادي نعيط لباك يدوز عندك للمدرسه وياخذك يديك عند الطبيب. لا بلا ما تقوليها لبابا، غير عطيني الفلوس قسم ما ساليت ندوز لعنده. وملي ما لقيت حتى حل حاولت الانتحار، ولكن عتقوني، وتما ماما فاش عرفت من الطبيبه بلي انا حامله سولتني شكون،
ولكن انا خفت نقول لها باللي علي المسجون المنحرف هو اللي بيا. داكشي علاش ما لقيتش قدامي غير سعيد لصق ليها التهمه هادي باش ما تفضحش قدام دارنا، وهكذا سمحت لنفسي نظلم انسان بريء ولصق ليه بحال هاد التهمه. ولكن انا اليوم كنشهد امام الله سبحانه وتعالى وامامكم باللي سعيد بريء، ما دار حتى شي حاجه وما عمره ما قاسني ولا وقع بيني وبينه شي حاجه خايبه. الكلمه لممثل النيابه العامه. سيدي الرئيس، بناء على التصريحات الجديدة التي أدلت بها الضحية أسند النظر للمحكمة. عندك شي إضافة أستاذ؟ سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إنني أتأسف في البداية لما لقيه هذا المتهم من جراء هذه التهمة التي ألصقت به من طرف موكلتي، وبتصرفها هذا والمعاقب عليه قانونيا ألتمس من محكمتكم الموقرة مراعاة حالتها الاجتماعية وكذلك عدم سوابقها وصغر سنها، وحتى لا يظل ضميرها يؤنبها صرحت أمامكم ولمحكمتكم بحقيقة الواقعة، وبالتالي برأت ساحة المتهم. أعتقد سيدي الرئيس أننا دائما معرضون للخطأ، وحيث أن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، أناشد محكمتكم الموقرة الرأف بهذه التلميذة المتهورة التي خرجت عن إرادتها وطواعيتها. ولجنابكم ومجلسكم الموقر واسع النظر. عندك شي تعقيب؟ سيدي الرئيس، أضيف أن هذا التصريح الشجاع الصادر عن ضمير حي والذي يبرئ ساحة موكلي من التهمة المنسوبة إليه، ألتمس من هيئتكم الموقرة تكييف المتابعة تبعا لملتمسات النيابة العامة، كما أطلب الحكم على الضحية بأدائها تعويضا مدنيا لفائدة موكلي وقدره درهم واحد رمزي، ولكم واسع النظر. وانت السعيد عندك ما تزيد؟ نعم سيدي، الحمد لله مني بانت الحقيقة وبانت البراءة ديالي، الله ياخذ فيها الحق سيدي، الله ياخذ فيها الحق. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة. باسم جلالة الملك تصرح المحكمة حضوريا بعدم إدانة المتهم سعيد أيت العارفي والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. وعلى رشيد بن ديوان من أجل جرعة الإدلاء بتصريحات كاذبة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأداؤها تعويضا مدنيا لفائدة سعيد آيت العارفي قدره درهم واحد رمزي. يمكن لكم تفضلوا. بهدلتوا بيا، الله يبهدل بكم. عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ غتمشي دابا تجمع حوايجك وحوايج هذيك المسخوطه ديال بنتك وتضربوا عليها وجهكم. ما باقيش بغيت نشوف كمارتكم. انا مزوقه فيك ابا حبيبي، راه ما عندنا فين نمشيو. انا سيروا للجايحه اللي ضربكم، سيروا للجايحه اللي ضربكم بجوج. كبستوا عليا، بهدلتوني. هي هادي مازال جايه قليت الحياه، باقي عندك الوجه اللي تشوفيني. غتمشي ولا غادي نخرج دابا ندير فيك شرع الدية؟ انا مزوقه فيك الحاج، هالعار الحاج اللي غلب يعف. انا مزوقه فيك، خليها عليك. انا مزوقه فيك، ما غاديش عاد نمشي. شوف عرفتي هاد خليت الحياه هاد خليت الحياه راه كياكلها جلدها. لا عافاك، نعد الشيطان الحاج. والله حتى نخرج سيدي كان عصاو وكيس. انا مزوقه فيك. لا
مالك؟ عادل اجا وليدي اجا وليدي نفرغ عليك قلبي، اجي نشكي عليك وليدي. اش ليك؟ زين وليدي تفضل تفضل، جارك الله جارك الله وليدي. جلس وليدي عادل، اجي تشوف شنو دايرين فيا، بغاو يخرجوا لي عقلي، بغا يحمقوني. اخالي الله يهديك، دابا اللي طرا ما كاين لاش تعصب راسك غير هكاك. قول لي يا وليدي كيفاش ما نتقلقش، والبنت جايبه ليا كرش من بزناس ولم مخبيها عليا. بالعما ولدي يا عادل ما عارفه شي بزنس. اخالي هاد القضيه دابا تحل وما يبقى حتى شي مشكل. اش من حل وليدي غادي ينفع في هاد المصيبه الكحل؟ اش من حل؟ خالي اسمعني مزيان، كيقولوا الحميله خناز ما كيهزوه غير ماليه. وانا باغي نسترعر بنت خالي. كيفاش؟ والكرش؟ الله يهديك اخالي، رشيده شكون؟ راها بنت خالي، دمي ولحمي، والعيب الا بان كيستروه مواليه. واش قلتي؟ اللي دار لك وليدي انا، اللي دار لك. امي صافي سخيتي بيا، غادا تمشي وزيد معايا غير هاد اللويله بعدا. شوف اوليدي المعول راحل، انا تدهيت معاك وبطات على باك وخوتك. ملي خرج الله الامر بسلام خصني نمشي ندير الصدقه للطلبه وندي الوعده لمولاي ادريس. شوف اوليدي كنوصيك ما تعاودش تخرج مع منواله، وإلا بغيتي تهنى زوج بنجات. نجات راه بنت الحلال، ما تجبرش بحالها. امي حتى لهاد الموضوع ما بقاش تجبديه ليا. المراه اللي ما توقش مع راجلها فوق الحزه ما عنده ما يدير بها، لا حبيب الا حبيب الحزه. امي اي والله يديرتها وين الخير اوليدي. ومني توصلي سلمي لي على الوالد وخوتي. يسلم عليك. سلمي عليهم بزاف. يلا نوصلك دابا للمحطه. يلا وليدي يلا. سير وليدي الله يرضي عليك، الله يكون لك ولي ونصير. سترتينا الله يتولاك بالستر. اخالي نتوما مني وانا منكم، ورشيده دابا ما بقاتش غير بنت خالي، راه ولات مرتي، راه عمري ما نفرط فيها. يكون هذا رشيده بنتي ديري عقلك وثبتي راسك وتهلاي في راجلك، تهلاي فيه مزيان، راه ولد الناس وولد الاصل الطيب. ها الله يرضي عليك، الله يرضي عليك يا بنتي، الله يستر عيبنا. عادي الله ولدي، الله يرضي عليك. وخلينا لكم دابا على خير. الله يوصلكم على خير.